اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ في الفيديو النهارده هنعمل مع بعض شويه مخللات، حاجه كده في الشياكه والفخامه منه، لزوم السندوتشات والبيتزات والكريبات، وطبعا هينفعوكي جدا في رمضان. حتى لو ما فضلش على رمضان غير يومين اتنين بس هتلحقي تعمليهم وبيتاكل منهم تاني يوم، حاجه زي العسل. هنخلل مع بعض النهارده الفلفل الهالوبينو، واقول لك على التركه اللي تخليه يطلع معاكي زي الجاهز واحلى كمان. وهنعمل كمان شويه ليمون معصفر في السريع كده تقدري تاكلي منهم من تاني يوم. كل الجمال ده ما كملش معايا 30 جنيه، وفي اقل من 10 دقايق هتكوني مخلصه كل المخللات دي من غير تعب بقى ولا فرهضه. تابعي بس انت معايا الفيديو خطوه بخطوه، بس الاول انزلي اعملي لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. ادي حبايبي الحاجات اللي هنخللها النهارده. ده ليمون قضاليا، ومعايا الفلفل الهالوبينو. الفلفل دوت بيبقى ميزته ان هو تلاقي واحد حراق وواحد بارد، فبيشيلوا بعض كده ما تلاقيهوش في الاخر حراق قوي. وده الليمون القضاليا، خدتهم بقى وغسلتهم غسله حلوه كده بفرشه الخضار، ونقعيهم في شويه ميه بخل عشان تتاكدي ان هم نضافوا زي الفل. الليمون القضاليا وانت بتشتريه حاولي تنقي الليمونه الصغيره، لانه بيبقى فيه احجام كبيره ممكن تلاقيها قد البرتقانه كده. انا خدت الكميه دي تقريبا كيلو 100 جرام او 200 جرام، يعني تقريبا كيلو وربع. عصره الليمون بقى عصره البرتقان العاديه اللي موجوده في كل البيوت، ولا كهرباء ولا حاجه، عصاره صغيره كده. وهاخد 3 4 ليمونات واقسميهم بالسكينه واعصريهم. انا عايزه عصير 3 4 ليمونات بس، مش اكتر من كده. ال3 ليمونات او ال4 هيملوا معايا الكوبايه دي. هو فيه ميه كتير وعصيره كتير ولحمه كتير، وكمان ما فيهوش مراره زي الليمون البلدي بتاعنا. تمام كده. انا هاخد شويه العصير بتاع الليمون دول عشان اكمل بيهم تخليل الليمون، لان الليمون ده واحنا بنخلله ما بيتحطش عليه ميه خالص. لو حطيتي عليه ميه هيعفن منك. دي كميه العصير اللي طلعت معايا، طلع طبعا كميه حلوه قوي. هاخد بقى الليمون وقشر الليمون وهحطه في حله، رصيه كده في الحله، وهنزل عليه بشويه ميه يتسلق فيهم يبقوا مغطيين كده الليمون. وهديله كمان معلقه سكر. زي ما قلت لك هو مرارته مش زعقه قوي زي الليمون البلدي، بس اديله معلقه السكر هتحافظ عليه وهو بيتخلل، تطول عمره معاكي، وهتشيل لو في اي بواقي بقى حموضه او مراره. رفعته على النار بقى وسبته يتسلق على ما نخلل الفلفل الهالوبينو ده. يا بنات الفلفل دول زي ما قلت لك حوالي 600 جرام، مش مكملين 15 جنيه. باخده كده وبشيل الفرع بتاعه وبقطعه طرنشات. خلي الطرنشات بتاعته سميكه شويه، ما تخليهاش زي الجاهز رقيقه كده، عشان يفضل معاكي مده اطول، ما يدوبش في الميه ولا يبوظ منك. انا ان شاء الله هعمله بطريقه لو قعد معاكي شهر عمره ما هيبوظ منك، بس برضو احتياطي خلي التقطيعه بتاعته كبيره شويه. قطعت الفلفل كله طرنشات زي ما انت شايفه كده، تقريبا حاولت اخليهم كلهم نفس السمك ده عشان يقعد معايا فتره كويس. عبيه بقى في برطمان ازاز، ويا ريت المخللات بتاعتك كلها تبقى في برطمان ازاز، بلاش نستخدم البرطمانات البلاستيك في التخليل، الازاز احسن واضمن بكتير. بس كده انا عبيت الفلفل كله في البرطمان، يعني حاولي تخليه مضغوط في البرطمان كده، ما تخليش مساحات هواء، لان المساحات الفاضيه دي هي اللي بتخلي المخلل يبوظ معاكي بسرعه. معايا كمان حوالي 10 فصوص توم كده، انا بكسرهم بايدي ولا بتقطعيهم بالسكينه ولا بتدقيهم ولا اي حاجه، سلام زي ما هم كده، يا دوب تكسري الفص كده 2 وحطيه زي ما هو. انزل عليهم كمان بمعلقه ونص ملح، والملح ده كده حلو قوي لكميه الفلفل دي، هيبقى ملحه مظبوط معاكي. ده بقى اللي هتخليه معاكي زي الجاهز واحلى. الخل اللي هنحطه، يا تحطي خل عنب احمر يا تحطي خل تفاح، ولو ما عندكيش الخل الابيض بتاعنا العادي هينفع جدا، بس الخل بتاع العنب او التفاح بيديله الطعم التعتيق ده، كانك مخللاه من فتره بقى ومتعتق عندك. بس كده بنزل عليهم بقى كمان بشويه ميه مغليه، وتكون الميه سخنه ومغليه عشان تبقى الميه متعقمه معاك. بغطي يا دوب وش الفلفل، وحطي كمان ورقتين لوري. ورقتين اللوري على وش اي حاجه، سواء مخلل سواء مثلا توابل مخزناها، اي حاجه ما بتخليش الحاجه دي تعفن. بس كده. وبقفل الغطا بكيس بلاستيك كويس جدا عشان ما تخلوش اي هواء ويتعتق معايا كده ويتخلل بسرعه. برج البرطمان عشان اتاكد ان الملح اللي حطيناه داب والخل والميه دخلوا في بعض، وخلاص ممكن كل شويه تقلبيه علشان كل حاجه تدوب مع بعضها، وخلاص كده اركنيه. ممكن من تاني يوم او من تالت يوم تاكلي منه، وبيبقى جميل جدا كانك عاملاه بقاله 10 ايام. الليمون بتاعنا استوى اهو. بعرف انه استوى ازاي؟ الاقي الليمونه اتفتحت معايا، انا بحطه سليم ما بفتحوش ولا بالسكينه ولا بخرمه حتى، حطيه سليم، واول ما يتفتح معاكي كده والميه بتغلي عليه اعرفي ان هو خلاص كده السوا بتاعه مظبوط مستوي ومش مهري. في الكبه بقى وانزلي بجزرتين حلوين كده، معاهم قرنين فلفل احمر، الفلفل اللي هو ده فلفل بارد مش حراق قوي، وبحط معلقه ونص ملح. بضرب بقى الجزر مع الفلفل، انا عايزه كل حاجه تبقى دايبه في بعضها كده، داخله مع بعضها بيوري. انا مش هخلي الليمون سليم. بس كده يا دوب بزود شويه من الليمون اللي عصرناه عشان اخلي الكبه تشتغل، واضرب الخلطه دي كويس جدا. دي الدقه بتاعه الليمون اللي هنخلل بيها الليمون المعصفر. انا خدت الدقه في طبق، بزود منها واحده واحده كده على الليمون، واضرب الليمون بالدقه في الكبه واخليه بيوريه خالص. عايزه تقطعيه وتعمليه قطع براحتك، بس انا عايزاه بيوريه كده
كده عشان ادهنه على سندوتشات، احطه في الكريب، احطه في الشاورما. الطريقه دي بتخليه يتخلل معايا بسرعه، ممكن بعد ساعتين تاكلي منه وتحسي انه معمول بقاله فتره كويسه، وهيعيش معاكي ويبقى سهل الاستخدام. تحطي بقى معلقه على طبق فول، تحطيه في اي حاجه، مش محتاجه بعد كده تضربيه. عايزه زي ما قلت لك تخليه سليم، قللي السوا عليه شويه وقطعيه 4/4 وحطي عليه نفس الخلطه وعبيه في البرطمانات بتاعتك، هيبقى زي العسل. انا بقطع الليمونه كده عشان اطلع منها البذر بتاعها وبضربها في الكبه مع الخلطه، بزود معلقه بمعلقه عشان الخلطه تلف في الليمون كله. انا كده ضربت كل الليمون بكل الخلطه اللي عملتها، بنزله بقى في بوله عشان اقلبه وادخله في بعضه. قلبي كده، دخلي كل حاجه في بعضها، ولو عايزه تظبطي الحياء بتاعه، الملح بتاعه قليل او حاجه، ممكن تزودي له شويه ملح. انزل عليه بقى بمعلقه عصفر او معلقه ونص، معلقه حبه البركه عشان يديني طعم الليمون المعصفر الجميل. هقلبه بقى مع العصفر وحبه البركه. كميه العصفر وحبه البركه براحتك، لو عايزه تزودي عصفر اكتر من كده، لو عايزه تزودي حبه البركه زي ما انت عايزه، بس خلي بالك من حبه البركه ما تزوديش قوي، هي ريحتها بتبقى تحفه في المخلل بس بتغمقه لو زادت عن الحد، فخلي كميتها مظبوطه كده عشان المخلل بتاعك يبقى لونه حلو كده ومزهزه. خلاص بقى بعبيه في البرطمانات. الكميه طلعت معايا شويه برطمانات حلوين جدا، زي ما قلت لك دول كانوا كيلو او كيلو وربع، مش مكملين حتى كيلو وربع. كنت متخيله ان هم هيعملوا البرطمان ده بس زادوا معايا كتير. بعبيه في البرطمان ومعايا الليمون اللي انا عصرته، الليمونتين اللي عصرناهم في الاول، ازود منهم على البرطمان شويه بشويه كده وبقلب بالمعلقه. اوعي تحطي عليه ميه، المخلل ده ما تحطش عليه ميه خالص. هو عموما الليمون احنا مش بنخلله بميه، بنخلله في عصير الليمون. فبزود كده وبقفل على وش البرطمان بمعلقتين زيت عشان اضمن انه يفضل عايش معايا ما يبصش. اقفلي بقى البرطمان كويس جدا وحطيه عندك في المطبخ زي ما انت عايزه يقعد معاكي، ممكن يقعد لحد 3 شهور. بس البرطمان اللي تفتحيه وتستخدميه يا ريت تشيليه في الثلاجه، طول ما هو مقفول محدش يستخدمه هيقعد معاكي في المطبخ مش هيجرى له اي حاجه. بس كده حبايبي، دي المخللات بتاعتي. ده الفلفل الهالوبينو، شكله بيتكلم تحفه، ريحته تجنن وطعمه حلو جدا. وده المخلل السريع اللي ممكن تاكليه فعلا تاني يوم او حتى في نفس اليوم بعد ساعتين 3 هتلاقي الملح لف فيه وبقى طعمه حلو جدا، ما فيهوش اي مراره. وريحه الليمون القضاليا ده اصلا حلوه جدا، ريحه الليمون بارزه فيها كده ومزهزهه كانك حاطه معطر ليمون. دي كميه الليمون اللي طلعت معايا، عمل معايا البرطمانات دي. وده الفلفل، حاجه سهله وسريعه تحفه يا بنات، جربيها هتنفعك جدا. زي ما قلت لك لو بتحطي مثلا بتعملي مثلا شاورما او بتعملي كريب، معلقه كده بتدهن على الساندوتش بتوديه معاكي في حته تانية خالص. طبعا هينفع في رمضان، الناس اللي ما لحقتش تخلي الليمون في اوله وطبعا فجاه لقيناه غلي وثمنه معدي دلوقتي 60 جنيه. الليمون القضاليا ثمنه مش مكمل 10 جنيه او 12 جنيه في السوق، هاتيه واعمليه زيه بالظبط مش هتفرقيه عنه. بس كده حبايبي، ده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الفكره دي تكون عجبتك. لو الفيديو بتاعي عجبك ما تنسيش بقى اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.